سلام البنات، سلام الميمات، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنشارك معكم الفطائر التركيه. كيجيب واحد الحشوه مختلفه تماما على البيتزا ديالنا حنايا. وهنا كانت اول زياره لكم للقناه ديالنا، ما تنساوش تابوناو معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه ديالنا، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. فضلا وليس امرا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. ندوزو هنايا للمقادير. هنا عندي 3 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق، يكون نوعيه جيده. عندي هنا واحد كيس ديال الخميره ديال الحلوه نضيفوه. غادي نزيد نضيف الملح حسب الذوق كل واحد. غادي نزيد واحده معلقه صغيره ديال السنيده. شوفوا معايا، قياس معلقه صغيره ديال السنيده. غنزيد هنا الخميره ديال الخبز حتى هي غادي ندير واحد شويه، شفتوا، واحد معلقه صغيره حتى هي. ودابا غادي نعجن العجين ديالي. هنايا عندي كاس ديال الحليب يكون دافي. صافي غنضيف شويه بشويه، نبقى نعجن في العجين ديالي تيتجمع. هاد الفطائر هادو ما غادي نديرو فيهم لا زعتر لا حتى شي حاجه. صافي انا هنايا طيفت داك الكاس ديال الحليب كامل، الا بقى خصني غادي نكمل بالماء. دابا نزيد شويه ديال الماء نكمل العجين ديالي بالماء. صافي هنا كي كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نغطيه بواحد الزويف ونخليه يرتاح. ندوزو هنايا للحشو. بسم الله على بركه الله. هنايا بالنسبه للحشوه اللي غنعمر بها الفطائر التركيه، عندي هنا واحد كميه ديال الكفته ديال لحم مفروم كتشوفوا معايا. عندي هنا بصيله مشلضه رقيقه في الهاشوار. عندي هنا فليفله حتى هي شتو معايا مشلضه رقيقه. عندي هنايا القزبر المعدنوس عفوا حتى هو مقرد رقيق. عندي الملح، عندي الابزار. صافي غنجيب هنا واحد الصحن فين غنجمع المكونات ديالي. غنضيف هنا الكفته ديالي، غنضيف داك البصيله، غنضيف الفليفله، نزيد الربيع، نضيف الملح، غنضيف هنا القليل من الابزار فقط. التوابل غادي نضيف غير الابزار ونخلط الكل جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم. صافي هنا غادي ندوز العجين ديالي من بعد ما اختمر ليا شويه. غندوز انا نستعن شويه ديال الدقيق. صافي ونجمع العجين ديالي هكا كي قلت لكم كتشوفوا معايا. هنا غادي ندوز نقطع العجين ديالي على 4 ديال القطع. غنشكل منه هنايا 4 ديال الكويرات يكون الحجم متساوي.
درت الفطائر ديالي بهذا الشكل. شفتو بهذا الشكل كنطبقوا الفطائر ديالنا على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه بحال هكا. كنتمنى تكون واضحه. صافي ونبقى نجي من هنا ونطوي شوف بهذا الشكل. عاوتاني بهذه الطريقه. نجيب الصينيه ديال الفرن ديالي اللي مفرشه بورق الزبده نهز العجين ديالي. عاوتاني نهز هنا واحد الكويره كي كتشوفوا معايا ونبقى نطلق بهذا الشكل بنفس الطريقه. صافي هنا كي كتشوفوا معايا الفطائر ديالي ها هما صافي شكلتهم. دابا ندوز هنا باش نعمرهم. نجيب الحشوه ديالي اللي صيبت معكم. شوف صافي هنا هذا الشكل. ونبقى نهز هنا واحد الكميه ونديرها هنا بهذا الشكل. شفتوا نهز كميه من الحشوه ونديرها على هذا الشكل. هنايا نسيت ما ثقبتش العجين ديالي كي كتشوفوا معايا باش ما يتنتفخش بزاف. ضروري خصنا نثقبوه. هاد الاولى ما ثقبتهاش لكن غنثقبها هكا ماشي مشكل. شفتوا هنا ضروري الفطائر ديالنا نثقبوهم مزيان.
صافي هنا غندوز نضيف الموتزاريلا. عندي هنايا شوية ديال الموتزاريلا، بغيتو تعوضوها بالفرماج الحمر ديروه، أنا كانت عندي هادي متوفرة درتها. عندي هنا واحد صفار بيضة، غندوز هنا ندهن الجوانب. نرشنا الجنجبان ديالي بهذا الشكل. صافي هنايا غادي ندوز ندخلهم للفران. هنا عندي الفران مشعل من الفوق ومن التحت لدرجة حرارة 180. صافي هنا من بعد ما خرجت الفطائر ديالي من الفران كي كتشوفوا معايا، غندوز هنايا نفكهم. هنا كانوا عندي مقاربين تلاصقوا شويه، ولكن ما كاي واخا هكاك ماشي مشكل، ما كيتلاصقوش بزاف زعما، غير هكاك كتفكوا بكل سهوله. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله على تحميره جات فيهم، محمرين من التحت ومن الفوق، كيجيو ما شاء الله مذهبين. شوفوا معايا هنايا عاوتاني، شوفوا ما شاء الله كيجيو رائعين. غير جربوهم هاد الفطائر هادو كيجيو زوينين. شوفوا عاوتاني من التحت ما شاء الله. شوفوا معايا هنايا كيجيو رطبين، ما كيجيوش قاصحين هكا ولا يابسين، كيجيو رطبين ما شاء الله. نشد ليكم هنايا عن قرب، شوفوا معايا ما شاء الله كي كيجيو معلكين من داك الفرماج، كيجيو فيهم واحد التعليكه ما نعاودش ليكم، رائعين. دوز هنايا نقطع معكم تشوفوا معايا كي كيجيو من الداخل. شوفوا ما شاء الله كيجيو روعه ما شاء الله. وهنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. شكرا على المتابعه ديالكم، مع السلامه، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساونيش في اللايكات ديالكم